بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا أحلى حبايب وأحلى متابعين وإخواتي قبل متابعين. طبعا الفيديو بتاع امبارح حد من الاخوه اللي اتفرجوا على الفيديو في التعليقات بيقول لي ان انا بضلل الناس وبقول لهم ان مش هيتنازل عن الشقه بتاعته الا لما يستلم الوحده الجديده. يا جماعه التسجيل على المنصه، خشوا شوفوا كيفيه التسجيل على منصه الاسكان الاجتماعي او السكن البديل اللي عاملاه الدوله مكان الايجار القديم. اولا لا فيه شقق ولا فيه سكن ولا فيه اي حاجه، عشان نبقى فاهمين وواضحين يا جماعه. الناس من الاعلان من 2017 ما استلمتش لحد دلوقتي، رغم ان الناس مسدده الاقساط بتاعتها كلها. يعني يعتبر الناس خلصت تمن الشقه من 3 سنين. يعني انا عندي حد قريب مني جدا مخلص قسط الشقه بقاله 3 سنين، وحد تاني مخلص بقاله 4 سنين وما استلمش الشقه لحد دلوقتي. ما استلمش، عشان نبقى واضحين. يعني لما يسلموا الناس اللي خدوا منها فلوس يبقوا يسلمونا احنا ويجيبوا لنا شقق ان شاء الله. وفي عايزه اقول لكم حاجه، الناس اللي قدمت السنه اللي فاتت، واكيد كلنا بندور على سكن الاسكان الاجتماعي او السكن المحدود الدخل اللي الرئيس السيسي عمله والحكومه عملته السنه اللي فاتت. الناس خدت الحكومه وبنك الاسكان والتعمير خد فلوس من الناس، وبعد كام شهر رجعها لهم الفلوس تاني. ليه؟ عشان خاطر الوحدات اتعرضت بسعر اعلى، وعشان خاطر يشتروا كراسة الشروط الجديدة تاني. ولو حد فيكم في المتابعين عنده حد في الكلام ده، واكيد في حد قريب منك، جارك، ابن جارتك، ابن اختك، ابن خالك، ابن عمك، ابن اي حد من اللي حواليك، لان فعلا الموضوع ده حصل مع صديقة ليا حميمة جدا. خدوا منها في الاعلان اللي نزل السنة اللي فاتت، وبعد كام شهر راحوا مرجعين لها الفلوس، ولسه مقدمة تاني في الاعلان الجديد ب50,000 جنيه. السنة اللي فاتت كانوا واخدين منها 25,000 جنيه، السنة دي واخدين منها 50,000 جنيه عشان تقدم لابنها على شقة في السكن الاجتماعي او تبع الاسكان. عشان بس ما حدش يقول انت بتضللي الناس. في خانة في طريقة التسجيل على المنصة، انك انت هتتنازل شرط من شروط السكن البديل، انك انت تتنازل عن عقد ايجارك او الوحدة السكنية اللي انت ساكن فيها. قبل ما تستلم الشقة تكون متنازل عن عقد الايجار وعن الشقة. يا جماعة اسألوا وشوفوا واقروا وشوفوا احنا بنضلل الناس ولا لا. ده كان رد بس على الاستاذ اللي بيقول بطلي تضليل. المهم يا جماعه دلوقتي احنا عندنا هنا الاستاذ مصطفى عبد الرحمن رئيس وزعيم رابطه الملاك. احنا برضو هنبدا الفيديوهات بتاعتنا او نبدا الحلقات بتاعتنا بيوميا ان شاء الله بقانون الايجار القديم. ليه؟ لان الموضوع احنا ما احناش عارفين المحكمه الدستوريه هتحكم لمين ولا ضد مين. احنا رفعنا ايدينا، لان طبعا احنا رفعنا ايدينا لله في الاول وفي الاخر، لكن اللي ربنا سبحانه وتعالى ولاه امورنا على الارض اللي هو الرئيس السيسي احنا استغاثنا بيه وما استجابش للاستغاثه بتاعتنا. احنا دلوقتي رافعين ايدينا لله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى احنا رفعنا القضيه بتاعتنا، ما رفعناهاش قدام الدستوريه عشان بس ما حدش يقول الدستوريه مع الحكومه والدستوريه مع مش عارفه مين. احنا خلاص فوضنا امرنا في الدستوريه وفي الحكومه وفي الدوله وفي كل الناس، فوضنا امرنا لله سبحانه وتعالى. احنا رفعنا القضيه بتاعتنا من الارض للسماء لربنا سبحانه وتعالى. احنا ربنا هو اللي يتولى 30 مليون مواطن، ال 30 مليون مستاجر، ده غير المحلات. 30 مليون مواطن مصري هيتشردوا بعد 7 سنين. الناس دي كلها بعد ما رفعت ايديها، طبعا احنا كده كده لله سبحانه وتعالى عشان ما حدش بس بيقول احنا ندعي ونقول وكاني ومالي. احنا رفعنا ايدينا لله سبحانه وتعالى، وبعد كده استغاثنا برئيس الجمهورية
والناس دلوقتي بتستغيث بالمحكمة الدستورية. لا يا جماعة، أنا مش عايزة الناس تستغيث بالمحكمة الدستورية ولا ننتظر حكم المحكمة الدستورية. احنا إن شاء الله كلنا برضو متمسكين ببيوتنا وبأكل عيشنا، والناس اللي عندها محلات متمسكة ببيوتها وبأكل عيشها. بس أنا عايزة أقول إن احنا بقى نرفع القضية من الأرض للسماء. احنا كلنا كده في كل صلاة وفي كل وقت وفي كل فرض وفي كل وقت صلاة فجر، وكلنا نصلي كده قيام الليل ان ربنا يصلح حال البلد دي ويبعت لنا من يصلح. ربنا يولي من يصلح، ايا كان بقى السيسي غيره، اي حد هيجي احنا هنقف وراه زي ما وقفنا ورا الرئيس السيسي وانتخبناه. نرفع ايدينا بقى بالدعاء لله سبحانه وتعالى. انا عن نفسي رفعت قضيتي من الارض للسماء. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ظالم حط كلمه او قال جمله في مشروع قانون الايجار الجديد اللي هو 164 لسنه 2025. القانون ده قانون ظالم 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 ظالم. وعايزه اقول لكم حاجه كمان، ده فيه حاجه غايبه عن الناس. احنا يا جماعه صدر قانونين يعتبر في قانون واحد، القانون 164 لسنه 2025 والقانون رقم 165 لسنه 2000 برضو 25. القانون ده يخص الناس من 2000 من شهر 12 31 12 1996 31 12 ركزوا بس 31 12 96. القانون اللي هو 165 لسنة 2025 ده برضو القانون ده اتعمل للناس اللي بعد 96. انا في التسعينات، فيه ناس بقى اللي مأجرة من ناحية من بعد التسعينات. القانون 165 لسنة 2025 القانون ده يا جماعة يخص الناس اللي بعد 96. برضو محطوط فيه مادة الطرد بعد 7 سنين. اقروا يا جماعه القانون كويس، قانون 165 لسنه 2025. انا شفت احد المحامين المحترمين امبارح فتح القانون وقال مواد القانون زيها زي مواد القانون 164. يعني انا عايزه اقول لكم ان الحكومه هتحرر، يعني هتطرد الشعب المصري كله ايا كان بقى قبل 96 ولا بعد 96 في الشارع بعد 7 سنين. ويا ريت الناس كلها تتحد وتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يكشف عننا الغمه ويبعد عننا اللي احنا فيه، لان احنا في كرب. الناس كلها مغمومه، الناس كلها مصدومه من الحكومه عملته والدوله عملته والرئيس عمله. القانون صدر ودفعنا الايجار وخلاص. عايزه اقول لكم خلينا ندخل بقى على الاخ الفاضل العزيز المحترم الاستاذ مصطفى عبد الرحمن، زعيم الملاك ورئيس رابطة الملاك اللي بيدافع عن الملاك. الراجل ده يا جماعة طالع الايام دي وبيتكلم وبيقول ان الملاك محدش يرفع دعوة على اي مستأجر. ليه؟ لان الاستاذ عطية الفيومي طلع برضو على التلفزيون برضو من ضمن الحاجات اللي قالها ان ممكن في القانون ده هيتراجع تاني قدام البرلمان اللي جاي، وممكن بعد المواد اللي هم غلطوا فيها. الاستاذ عطية الفيومي طلع وقال كده على التلفزيون يا جماعة، قال ان احنا لو غلطنا في بعض مواد القانون احنا ممكن نصلحها وممكن نرجع في بعض مواد القانون اللي تم تنفيذه من 1/9. يعني ان شاء الله احتمال كبير بما ان الاستاذ مصطفى عبد الرحمن بيقول الملاك محدش يرفع دعاوي، وبرضه بما ان الاستاذ عطية الفيوم بيقول ان احنا غلطنا في بعض مواد القانون، معنى كده ان القانون باطل وان شاء الله في تغيير وعند الله تلتقي الخصوم. بس ما اقدرش اقول حاجه اكتر من كده. وخلي بالكم كمان يا جماعه، كل انت ما تفتح مواقع التواصل الاجتماعي وتشوف ان بعض الملاك طالعه تشتمنا كمستاجرين ويغلطوا فينا كمستاجرين ويقول ان انت سحتجي وانت حرامي وانت قاعد في ملكي مش ملكك.
بقالك 70 سنة وبيغلطوا في المستأجرين، اعرفوا وكمان يغلطوا فينا ويقول لك ان انت واكل حق المالك وانت مغتصب وانت كذا وانت كذا وانت كذا. اعرفوا يا جماعه ان شاء الله ان شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى لا المحكمه الدستوريه بقى ولا ايا كان، ان القانون ده ان شاء الله هيتم ايقافه، وان شاء الله هيبقى بس العمل بزياده الايجار، وده اللي احنا عايزينه. وكمان اللي احنا عايزينه كمان يتلغي ان نسبة ال 15% كتير جدا يا جماعة، كتير بصراحة. عندنا بقى موضوع تاني اظن كلنا والعالم كله شايفه، حرب ضربة القاضية اللي ضربتها اسرائيل لقطر امبارح. قال ايه؟ بيصفوا مجموعة اللي هو مكتب حماس في قطر، قيادات حماس في قطر. عشان تعرفوا يا جماعة ان ترامب لما زار دول الخليج وهم قال ايه دفعوا له فلوس علشان خاطر يحميهم، عايزه اقول لكم ان الضربه استحاله من ربع المستحيل ان اسرائيل تفكر تضرب اي دوله عربيه من غير تخطيط يكون من امريكا. وفيه دوله ثالثه كمان يا جماعه دلوقتي ظهرت على الساحه، وهي بريطانيا هي اللي مونه اسرائيل بطيران، باسلحه الطيران بتاعتها. وعايزه اقول كمان ان كان في قطر وفي الدوحه من كام يوم تدريبات عسكريه وحاجه كده بتحصل في الجيش عندي في دوله قطر. هل قطر سلمت قيادات حماس؟ سلمتهم كده تسليم اهالي زي ما بيقولوا، ما تعرفش الضربه جايه لهم منين. وهم لما ضربوا الطيران الاسرائيلي قصف الدوحه خارج من القاعده الامريكيه اللي عندهم اللي في قطر، يعني ما اخترقش ارض السعوديه وما اخترقش ارض اي دوله عربيه. هل هو لو جاي من اسرائيل على طول على الدوحه ما كانتش الرادارات اللي في السماء دي شافته؟ ما كانش فيه اي طيران اللي هو بيخترق مثلا الصواريخ وكاني وماني وبتاع، ما كانش شم خبر؟ اذا كان في طياره كانت بدون طيار من كام يوم تحدثت عنها المخابرات المصريه، كانت دخلت النطاق بتاع سيناء وتصدى لها الجيش المصري بتاعنا على الحدود واسقط الطائره، والطائره كانت بدون هويه، يعني الطياره طايره في الجو بدون هويه. والحمد لله المخابرات بتاعتنا صاحيه والجيش المصري بتاعنا صاحي على الحدود. وعايزه اقول حاجه يا جماعه، ان نتنياهو بيقول اي دوله هتفكر تعمل مش عارفه ايه احنا هنضرب بدون توقف. ليه؟ هو كده استهتر بالعرب، اقل من قيمه العرب. يعني دلوقتي عايزه اقول لكم ان اسرائيل دلوقتي اصبحت قوه وتقدر تضرب في اي حد. ما ضربت في ايران وضربت في سوريا بعد ما اسقط حكم بشار الاسد، وضربت في لبنان بعد برضو ما استولوا على جزء من سوريا، اللي بيقول لك في سوريا يعني دخلوا الاراضي السوريه في 10 ايام او في 10 دقائق اللي ما قدروش يعملوه من 50 سنه. وكان رد الرئيس السيسي على الرساله بتاعت نتنياهو ان العين بالعين والبدي اظلم، واستحاله قطر هتبقى زي مصر. هو حد يقول لكم ويضحك عليكم ان مصر وقطر سواسيه؟ بالعكس. طالع محمد ناصر الاعلامي بتاع قناه مكملين بيتكلم بقى وبيقول ايه؟ طب دلوقتي الدوله دي دوله عربيه اتضربت، المفروض مصر ترد، واحنا مالنا نرد ليه؟ هو احنا اللي اتضربنا؟ من باب اولى ان قطر والدوحه والناس اللي اتضربت هناك هم اللي يردوا، الجيش بتاعهم هو اللي يرد. انا اروح اغامر بولادي والجيش بتاعي وانهك الجيش بتاعي وافرهده واحرق دم واحرق اعصابه عشان خاطر دول الخليج اللي راحت دفعت 4 تريليون دولار للرئيس ترامب لما جه زارهم، اللي ادوله طياره بس لوحدها، يعني هم دفعوا له 4 تريليون دولار
ده غير الطياره الفخمه اللي هو خدها وهو ماشي. جه بس زياره ساعتين لدول الخليج ومشي. ال4 تريليون دولار دول يا جماعه، انا اتكلمت في فيديو قبل كده، ال4 تريليون دولار دول كانوا عملوا جيش عربي قوي، كانوا عملوا قاعدة صواريخ، كانوا عملوا قاعدة طيران، كانوا عملوا جيش كامل مكمل من الدول العربية. حمينا بيه قطر بقى، وحمينا بيه السعودية، وحمينا بيه مصر وجميع دول الشرق الأوسط. لكن للأسف الشديد ان دول الخليج افتكرت وحطت في دماغها ومخيلاتها والخايبين دول ان هم لما يدفعوا لترامب فلوس هيحميهم. انا عايزه اقول لهم واقول لدوله قطر والرئيس تميم دوت ان انت الوحيد. هم بيقولوا قطر حبيبه امريكا، يعني ما تقدرش تاذيها. انا عايزه اقول لكم الضربه جايه من امريكا وبريطانيا، وهم باسم الاتنين دول وراحوا، والطيارات اللي طالعه من قلب قطر. يعني معنى كده قطر سلمت قيادات حماس تسليم اهالي، بتبص بدون تردد. عشان كده الرئيس السيسي منعا باتا يا جماعه ان الفلسطينيين اللي في رفح يخشوا ارض سيناء. ليه؟ لان اسرائيل هتستخدمهم. اي حد من قيادات حماس ممكن يضرب رصاصه واحده بس تيجي اسرائيل تروح شنه الحرب على سيناء، وكده احنا دخلنا في دايره الحرب وحاجه احنا ملناش فيها. حقنا، احنا عندنا 9 مليون لاجئ، كفايه اللي عندنا. نعم، ربنا يزيح عنهم اخواننا في القطاع، وربنا يفك كربهم وكل حاجه، وربنا يحافظ عليهم. اي نعم، هم المجاعه بقت عندهم ملهاش حل. احنا دلوقتي مصر لا تمتلك الا الدعاء والمساعدات، لكن محدش يقول مصر تخش حرب عشان تدافع عن دولة قطر. لا، خلاص. اللي حصل في الكويت زمان مش هيحصل تاني. ساعة ما الرئيس العراقي صدام حسين شن حرب على الكويت، واحنا بعتنا اولادنا وفي الاخر اتشتمنا واتبهدلنا وقالوا ده انتوا مصريين وجايين بفلوسنا. مش هيكرر تاني، مش هيكرر تاني. الرئيس السيسي مش هيضحي بولاده ولا يضحي بالمصريين. احنا كفايه علينا زعزعه الامن بره، يعني كفايه علينا الدول اللي حوالينا محاصرنا من كل حته. فيا ريت نحافظ على الامن الداخلي، يا ريت نحافظ على الامن الداخلي. الاستاذ محمد ناصر بتاع قناه مكملين يروح يحارب هو والاخوان اللي معاه، يخلي قطر اللي بتموله وبتساعده عشان تشوه صوره مصر والمصريين. لا، مصر للمصريين، مصر جيش مصر لمصر، لحمايه مصر وحدود مصر بس. احنا مش هندافع عن اي حد تاني، لان احنا لما دافعنا عن اللي حوالينا زلونا وقالوا لنا ان انتوا جايين بفلوسنا. احنا مش عايزين فلوس من حد، احنا مستعدين نجوع اكتر من كده، بس يخلونا ال4 حيطان اللي ساترنا، ما يرموناش في الشارع. ده يا جماعه الفيديو بتاع النهارده متعلق ما بين الايجار القديم وحرب اسرائيل على قطر اليوم. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت اللي يشوف الفيديو بتاعنا يعمل لنا لايك للفيديو واشتراك في القناه. يا احلى حبايب واحلى متابعين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا ليكم والسلام عليكم.